الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعينا الكرام؟ حلقة جديدة من برنامج أخبار بلاي ستيشن. إن شاء الله النهاردة معانا أخبار جديدة وماتش ممتع جدا. أول أخبارنا النهاردة ونش الزمالك يرفع المنتخب المصري للمركز الأول. طبعا شفنا كلنا المباراة امبارح، الأداء الباهت اللي كان عليه المنتخب المصري. يعني من سنين فاتت ما شفناش المنتخب بالأداء الضعيف ده. ربنا يستر علينا الفترة الجاية. ورغم كده بنقول ألف مبروك للمنتخب المصري الفوز بالثلاث نقاط في تصفيات أفريقيا بفوزه على توجو 1-0 بهدف الونش. الخبر الأهم في حلقة النهاردة هو إن شفاء محمد صلاح من فيروس كورونا. المسحة الثالثة أثبتت سلبية اللاعب. طبعا الرياضيين بيخفوا بسرعة يا جماعة، لكن احنا لازم نلتزم التباعد، خصوصا غير الرياضيين. اللاعب رامز حفظ الله يهاجم اتحاد الكرة المصري، بيقول هو السبب في اختياره المنتخب المغربي. يعني اتحاد الكرة هو اللي خلاه يختار المنتخب المغربي. اللاعب طبعا بيلعب لمنتخب الشباب، واتحاد الكرة بعت له قال له تعالى على حسابك واقعد على حسابك. اللاعب جاي يمثلك على حسابه ويصرف من جيبه. شيء يعني مش عارف اقول لكم ايه. مش عاوز اقول لفظ مش كويس. طاهر محمد طاهر حضر مران الاهلي، وموسيماني يوضح له دوره مع الفريق الفترة القادمة. طبعا موسيماني قابل طاهر محمد طاهر وعمل معاه اجتماع في النادي الاهلي، وطالبه بالجدية والانضباط للنجاح مع الاهلي. ومش كل شوية هتتصاب يا عم طاهر، لو فضلت على كده ملكش مكان من دلوقتي. حط يا راجل. عودة كريم ندفت، عودة الشهيد كريم ندفت للجري حول الملعب من جديد. كريم ندفت من ساعة ما لعب كورة ما لعبش كورة. يعني لاعب مستقبله كويس، بس سبحان الله الإصابات دي بتنهي على اللعيبة. مروان حط يا راجل. عبد الله السعيد عجز حتى في البلاي ستيشن. استبعاد طارق حامد من التشكيل الرسمي لمنتخب مصر بسبب سلوكياته مع المنتخب. وطارق حامد بيلوح بالاعتزال الدولي. كل ده عشان قعد احتياطي ماتش. طبعا ما انت قاعد للنني والسولية. النني بيلعب في ارسنال، هو اللي بيلعب مكانك. حاجة يعني. طارق حامد واخدها بالعافية جوه الملعب وبره الملعب. محمد هاني أصيب مع المنتخب، ربنا يستر ويلحق نهائي أفريقيا. محمد هاني يا جماعة أصيب مع المنتخب إصابة خطيرة جدا. مش خطيرة إنها صعبة، خطيرة في توقيتها. الإصابة توقيتها صعب على النادي الأهلي. لو شد بس هيغيب عن المباراة فتبقى إصابة خطيرة في توقيتها. يعني ربنا يستر. وأحمد فتحي خلاص راح بيراميدز، ما عندناش باك يمين. عرفتوا ليه أنا بقول خطيرة؟ ربنا يستر. ورمضان صبحي مستواه لا يؤهله للعب مع المنتخب الأول. وجول. الخبر الصحيح اتقال، جه جول يا جماعة. رمضان صبحي مستواه لا يؤهله حاليا للعب مع المنتخب الأولمبي حتى، مش الأول. معرفش يعني مجاملات عشان حسام البدري. كابتن حسام البدري كان شغال في بيراميدز بيجاملهم ولا ايه، انا معرفش. يعني احنا شفناه امبارح. رمضان طموح. شفناه امبارح.
جون، الجون التاني. يا ريتنا كنا جبنا اخبارك من زمان يا رمضان. مروان محسن. مروان محسن يا جماعة بيعمل حادثة، بيصدم شخص بعربيته، والموضوع بيتطور لمشادة بين الطرفين. يا مروان والنبي بلاش سواقة يا رمضان اليومين، يا مروان بلاش سواقة اليومين دول يا مروان. ربنا يهديك كده لحد بعد الماتش يعمل اللي انت عاوزه. الراجل بيعتمد عليك. ربنا يستر. يا ريت يا جماعة تكتبوا لنا في الكومنتات مين اللاعب اللي لفت نظركم في مباراة الأمس. أنا عارف طبعا إن مفيش حد، ممكن الشناوي شوية حافظ على مرماه. يا ريت تكتبوا لنا مين اللاعب اللي لفت نظركم امبارح في المباراة. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد، ونرجو دعمنا عشان نستمر. وبكده خلصت أخبارنا وخلصت المباراة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.